هزول كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قولوا لي واش حتى نتوما من عشاق السيريلاك؟ واخا كبرنا عليه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم تحليه صحيه بدون سكر، واهم حاجه انه بمذاق السيريلاك اللي كيعجبنا كاملين. كل ما كنحتاجوا ليه 3 المعالق ديال حليب بودره، 3 المعالق ديال الكوك يكون هذاك النوع الميدم. غادي نحركهم مزيان وغنحيد اي تكتلات، وغادي نحطهم على نار تكون مهيله بزاف ومع التحريك المستمر. يعني يديا ما نحيدهاش على التحريك نهائيا، لحقاش الحليب الباودر كيتحرق بالزربه، يعني ما نغفلوش عليها ابدا. كما كتشوفوا هنا، واخا مع الحراره تقتل لينا الحليب والكوك، هذا ما كيعنيش انه راه خسر. غير نحاولوا نحركوا مزيان، والنار كنأكد عليها انها تكون قليله بزاف، ويدي ما نحبسهاش من التحريك. كنعاود كنقولها وكنعاودها. وهذا هو اللون اللي غادي نتحصلوا عليه مر ما يتحمر لينا الكوك والحليب. في كاسرول غادي ناخذ نصف لتر ديال الحليب، غادي نضيف له 2 معالق كبار ديال النشا يكونوا عامرين، وغادي نضيف له الخليط ديال الكوك والحليب، وغادي نخليه واحد شويه للتزيين. التزيين كيبقى على حسب الرغبه. وغادي نضيف له واحد 2 معالق كبار ديال دبس التمر، اولا اللي بغاه الحلاوه العاديه يضيف 2 معالق حتى ل3 ديال السكر. غادي نحرك مزيان المكونات بعضها على البارد، وغادي نوضعهم على النار مع التحريك المستمر، والنار تكون هاديه حتى يتكتل لينا الخليط. وهذا هو القوام اللي غادي نحصلوا عليه. غادي نوضع التحليه ديالي في كيسان ديال التقديم، غادي نخليهم على البوطاجين حتى يبردوا تماما، ومن بعد غادي ندخلهم الثلاجه حوالي 4 ديال السوايع 5 ديال السوايع. بالنسبة ليا أنا خليتهم ليلة كاملة. تزيين حسب الرغبة حسب المتوفر كما كنقول ديما. بالنسبة ليا أنا خديت واحد شوية 3 4 ديال المعالق من البودرة ديال الكوك والحليب، وزوقت بهم هكا تزيين عادي بسيط. شوفوا لي الكريمية، شوفوا لي التحلية كيفاش دايرة. مذاقها راه لا يقاوم أولا، ومذاقها شبيه تماما بالسيريلاك اللي كناكلو وحنا واخا كبار ماشي مشكل، راه بنين بزاف، واهم حاجه انه صحي بدون سكر. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش من لايك وتعليق، وبسلامه.